هل ريفيرو المدير الفني للنادي الأهلي هو من يملك المسؤولية الكاملة لإدارة الفريق أم هي إدارة صورية؟ صورة فقط. أصل الراجل لا أرى لا أسمع لا أتكلم، لو مخطوف ادينا إشارة. سؤال تاني، هل النادي الأهلي أبرم هذه الصفقات بتلك المليارات ليحصد في النهاية حصالة المجموعة؟ طب ليه ما رحناش بنفس الفرقة العادية اللي هو قفشة وطاهر والشحات؟ ما الهدف كده كده واحد، الصورتين والحلقتين وتفسحنا الفسحة وخلصت، وفي النهاية هتلعب التلات مطوشة إجباري عشان دي مشاركة رسمية وأساسية هتشارك وخلاص هنرجع. ليه عملنا كل الصفقات دي في الأساس؟ سؤال ثالث، هل تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب أشرف بن شرقي ليجلس على مقاعد البدلاء واللي المفروض ينزل عشان يحرك الملعب هو محمد مجدي قفشه؟ وده يودينا لسؤال صغنن جدا، هو أصلا فين محمد مجدي قفشه طوال الموسم؟ سؤال أخير، ماذا لو لم يصاب نجم الفريق الأول إمام عاشور في المباراة الأولى؟ هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ تساؤلات واستفهامات كتيرة جدا محتاجين ان احنا نجاوب عنها وحد يجاوبنا عنها، وعلامات استفهام اكتر على اللعيبة بتاعت الاهلي وعلى المشوار بتاع المجموعات وعلى الضجة الاعلامية وعلى كل حاجة حصلت لحد هذه اللحظة. واكتر حاجة مثيرة للشفقة والفضول تصريحات اللعيبة بعد كل مباراة، ابرزهم مروان عطية وتريزيجيه، واللي شايفين ان احنا لسه في فرصة وفي امل وان لعبنا ماتش حلو وان هم مش غلطانين وشايفين ان هم كويسين وبيعملوا اللي عليهم. ودي اكبر مشكلة، ان انت تعتقد ان انت اصلا صح مفيش اي مشاكل، يبقى الناس كلها بتعاني بره والاعلام والجمهور كله بيشتكي والناس كلها بتتريق علينا، وانت جواك بتلعب الماتش بماتش وشايف الدنيا بيس ولعبنا جيم كويس والدنيا ماشيه، انتوا مقفورين ليه؟ فدي مشكلة أكبر. في يوم 27 أغسطس لعام 2018 طلع علينا اللاعب الدولي محمد صلاح عشان يدينا بعض التصريحات اللي قلبت وهزت الإعلام واتحاد الكورة المصري. وكان أبرز حاجة في الكلام اللي قاله محمد صلاح ساعتها، عشان كنا في معسكر منتخب مصر روسيا 2018، ان ما ينفعش اكون نازل اللوبي او الريسبشن بتاع الفندق اللي انا اصلا في المعسكر بتاع المنتخب بتاعي ويتقال لي انت مش هينفع تنزل عشان في زحمة كتير تحت، فده مشاكل ليك وغلط عليك. فالراجل بيقول ايه المشكلة، انا عايز انزل اقعد مع اللعيبة، يعني ايه مش هينفع انزل؟ فنلاقي بعد كده ان في فنانين او ناس مشاهير او ايا كان اشخاص مجهولة اشخاص معروفة موجودة في الفندق اللي المفروض هو مغلق للفرقة اللي عندها بطولة رسمية او في عندك تجمع دولي محترم ومهم. ولما تعيد الذاكرة للواقعة دي تلاقي ان احنا بنفشل في كل التجمعات الدولية، سواء بطولة محلية او بطولة اقليمية او بطولة حتى دولية، منتخب او فريق، بسبب نفس الاخطاء. ما بنتعلمش من اخطائنا ابدا بل بنكررها، بنفضل ندعم لما الفريق يكسب ماتش محلي او على مستوى افريقيا ننفخ في اللعيبه، ولما نيجي نقابل مستوى اعلى نبقى نفس النغمه، احنا ما عندناش واحنا ما بنعرفش واحنا ما فيش، والاعلام يطلع يقول لك احنا لازم نعيد ترتيب ملف الكوره في مصر، فنرجع تاني نلعب المطوشه المحليه فترجع كل حاجه زي ما هي. والمشكله مش هنا، المشكله هو انت مصدق نفسك بجد؟ يعني انت مصدق نفسك بجد والله انك هتكسب بورتو؟ انت مجنون، انا اسف بس انت عقلك في وعيه، انت على قدر من الثقة في الناس دي ان هي ممكن تكسب بورتو؟ انت محتاج تكسب فرق كمان 2-3. طب وهل بورتو ما بتفكرش في نفس الحسبة بتاعتك، انا اكسب الاهلي 2-3 ويجي انتر ميامي ميسي يقوم مطرقع بالميراس 2-3 وانا اصعد انا وانتر ميامي زي ما انت عاوز تصعد انت وبالميراس؟ والسؤال هنا انت هتصعد تعمل ايه؟ ما انت كده كده اصلا اخرك الدور الجاي حتى لو صعدت كوسه او بالصدفه، انت مش تعمل حاجه لانك ما عندكش حاجه تعملها وما عندكش امكانيات تخليك تعمل حاجه، واللعيبه فاضيه ذهنيا وفنيا واقتصاديا وسياسيا وكل حاجه، مفيش مستوى خالص. النهارده بنشوف الفرق البرازيليه بتتعادل مع كل الفرق بتاعت اسيا وافريقيا واوروبا، لا وكمان بتكسب. امبارح باريس خسرت من قدام فريق برازيلي 1-0 والفريق بيتصدر المجموعه عشان يقلب الحسابات، والمركز الثاني في المجموعه هيقابله، فتدخل تاني تتحسر، مش كنا نطلع حتى مركز تاني ونقابل الفريق ده نعرف نتعامل معاه حتى ضربات جزاء ونوصل نقطه ابعد ناخد اي فلوس حتى نجمع اي مليارات من اللي صرفناها؟ ولكن تساؤلات اكتر واستفهامات اكبر على كل حاجه وحاجات غريبه. وزي ما رحنا زي ما رجعنا، ويا مساء الخير والجمال يا مساء التكتيك والاجوال، الاهلي بره المونديال. اصل مش منطقي ابدا يكون ميسي موجود في بطوله تسويقيا هو اللي مديها قوه
وهل القوة الإعلامية هنا في تواجد ميسي في دور ال 16 أم النادي الأهلي بغض النظر عن مين بيلعب فيه؟ يعني هل بالميراس وإنتر ميامي مش هينزلوا يلعبوها ودي مع بعضهم مثلا؟ ده احتمالات كلها واردة. ويقول لك احنا كده كده بذلنا مجهود كبير نريح عشان دور ال 16 ونلعب بالاحتياط يا باشا نقطة ونقطة نصعد احنا الاتنين ونفكنا من حوارات الماتش التاني. بورتو تكسب الاهلي يكسب، ما اصل بورتو كسب بالميراس تطلع، الاهلي كسب انتر ميامي تطلع. لا يا باشا، انت نقطة وانا نقطة واحنا الاتنين نصعد وهما مع بعض. الاهلي يكسب بورتو، بورتو يكسب الاهلي، هما الاتنين بره. طب وهل ممكن تلعب تسويقيا من تحت الترابيزه؟ اصل تواجد ميسي في البطوله اهم مليون مره من تواجد الاهلي. هل مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه كله سلبيات؟ لا سلبيات، احنا عملنا ارقام قياسيه. النادي الاهلي هو الفريق الاكثر مشاركه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي هو اكتر فريق خسر في مونديال الانديه. النادي الاهلي هو اكتر فريق دخل فيه اهداف في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي هو الفريق الاول اللي سجل هدف عكسي في نفسه في البطوله الجديده. النادي الاهلي هو اول فريق يضيع ضربه جزاء في النظام الجديد. ارقام قياسيه وحاجه في المهلبيه ومية مية. ونرجع تاني على البطوله المحليه، وفي سؤال مضايقني جدا: هل كل الصفقات دي اصلا هتلعب بيها دوري محلي؟ يعني انا جبت الناس دي كلها بين رمضان وتريزيجيه ومش عارف بن شرقي وزيزو والناس دي كلها، اولا هتلعب فين في التشكيل؟ ثانيا هل انت محتاجهم فعلا في الفرقه ولا كنت محتاج اماكن تانية؟ ثالثا انت هتلعب ايه تاني غير افريقيا ودوري؟ لانك انت مش تلعب انتر كونتيننتال هيلعبها بيراميدز، فانت محتاج تقعد سنه كامله تاخد افريقيا عشان تبدا تفكر هل اللعيبه دي انا فعلا هجني منها حاجه ولا لا، او هتقدر تستنى 4 سنين جايين فلازم تاخد افريقيا عشان تعوض كاس العالم الجاي لو صعدنا. طب وهل لما تروح كاس العالم الجاي هتلعب بنفس اللعيبه اللي انت جبتها دي ولا هتعمل صفقات تانية؟ حاجه اخيره عاوز اقولها: ليه اللاعب المصري ما بيستناش يحقق انجاز بعد كده الصحافه والاعلام والحلقات تيجي والبرامج تتكلم عنه؟ صاحبه السعاده اسعاد يونس ما راحتش لعمر مرموش غير لما مضى مع مانشستر سيتي وكان عامل موسم كويس. منتخب مصر كان بياخد افريقيا واللعيبه بترجع من المعسكر والبطوله وبنعمل معاها لقاءات وحوارات وكل حاجه يا معلم. ليه بقينا عندنا ثقافه ان احنا نعمل لقاءات، نعمل اعلانات، نعمل برامج حتى في كل التجمعات الدوليه، حتى مع روي فيتوريا في منتخب مصر، حتى في البطوله اللي نظمناها في 2019 عندنا في افريقيا، سواء على مستوى بقى المنتخب مستوى الفرق؟ ليه عندنا فشل ذريع في البطولات المجمعة تنظيميا تخطيطيا حتى تركيزيا؟ احنا مش بنركز غير في الشو والبروباجندا، وهيتقال عليا ايه؟ سلام.